ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنكمل أنواع التفاعل الكيميائي بالانحلال الحراري. إن شاء الله هنحاول مع بعض نخلص جزء كبير من الدرس، وأحب أفكركم إننا شرحنا أول نوع اللي هو الانحلال الحراري لبعض أكاسيد الفلزات. ودلوقتي من غير رغي كتير تعالوا ندخل في اللي بعده. اللي بعده هو انحلال بعض هيدروكسيدات الفلزات. تعال الأول نعرف يعني إيه هيدروكسيد فلز. لو تفتكر واحنا بنشرح الدرس التمهيدي اللي لازم تكون شفته، اتكلمنا عن مجموعة ذرية اسمها الهيدروكسيد وكان رمزها OH وتكافؤها أحادي. طب ايه أمثلة على هيدروكسيد الفلز؟ عندك مثلا هيدروكسيد النحاس أو هيدروكسيد الصوديوم. تعالوا الأول نمسك هيدروكسيد النحاس ونحاول نجيب له الصيغة الكيميائية بتاعته زي ما اتعلمنا في الدرس التمهيدي. هنيجي تحت الهيدروكسيد ونحط الرمز الكيميائي ليه OH، وتحت النحاس ونحط رمزه Cu. تحت الهيدروكسيد نكتب تكافؤه أحادي، وتحت النحاس نكتب تكافؤه ثنائي. ونعمل مقص، ال OH تاخد الاتنين بتاعت النحاس وال Cu تاخد الواحد بتاع الهيدروكسيد. يبقى الرمز الكيميائي لهيدروكسيد النحاس هو CuOH/2. طب تعال نشوف لما عرض هيدروكسيد النحاس اللي لونه أزرق ده للحرارة إيه اللي هيحصل. هنجيب هيدروكسيد النحاس أزرق وحطه في أنبوب اختبار وعرضه للهب بنزين. هنلاحظ إن اللون الأزرق اتغير لأسود، وده معناه إن اللي جوه الأنبوب الاختبار اتحول من هيدروكسيد نحاس لأكسيد نحاس CuO اللي لونه أسود، وتصاعد بخار ماء H2O. يعني نفهم إن CuOH/2 سهم وعليه مثلث علشان اتعرض لحرارة اتحول لأكسيد نحاس CuO زائد H2O بخار ماء يتصاعد. وقيس على كده كل هيدروكسيدات الفلزات، يبقى هيدروكسيد الفلز بالتسخين هينحل لأكسيد فلز زائد بخار ماء يتصاعد. تعال بقى نوزن معادلة التفاعل. ناخد بالنا بس ان الاتنين اللي حوالين ال OH هتتضرب في ال O وتتضرب في ال H، يعني داخل التفاعل واحد نحاس واتنين أكسجين واتنين هيدروجين، خرج منه واحد نحاس زائد واحد أكسجين واتنين هيدروجين وكمان واحد أكسجين. طب أنا عندي واحد أكسجين وواحد أكسجين يعني اتنين أكسجين، يعني النحاس دخل واحد وخرج واحد، والأكسجين دخل اتنين وخرج اتنين، والهيدروجين دخل اتنين وخرج اتنين. الله، ازاي ده؟ بالظبط كده، المعادلة موزونة جاهزة، مش محتاجين ان احنا نوزنها، هي موزونة رباني. ندخل على النوع اللي بعده اللي هو الانحلال الحراري لمعظم كربونات الفلزات. يعني ايه كربونات فلزات؟ عارفين من الدرس التمهيدي الرمز الكيميائي للمجموعة الذرية للكربونات وهو CO3 وتكافؤها اللي هو ثنائي. يعني كربونات الفلزات عبارة عن مجموعة الكربونات وفلز. تعال نجرب نجيب الصيغة الكيميائية لكربونات النحاس. نكتب تحت الكربونات الرمز الكيميائي ليها وهو CO3، ونكتب تحت النحاس رمزه الكيميائي اللي هو Cu. نكتب تحت الكربونات تكافؤها ثنائي، وتحت النحاس نكتب تكافؤه ثنائي. نختصر لأبسط صورة، على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الواحد، ونعمل مقص. يبقى الرمز الكيميائي لكربونات النحاس CuCO3. طب تعالى نشوف لما أعرض كربونات النحاس اللي لونها أخضر دي للحرارة هتنحل لإيه بالظبط. هجيب كربونات النحاس اللي لونها أخضر وأحطها في أنبوب اختبار وأعرضها للهب بنزين. هنلاحظ تحول اللون الأخضر للون الأسود، وده معناه إنه تحول لأكسيد نحاس CuO. ونعرض الغاز الناتج على ماء جير، هنلاحظ إنها اتعكرت، وده معناه إن الغاز اللي طلع هو غاز ثاني أكسيد الكربون CO2. يعني كربونات النحاس CuCO3 بالتسخين اتحول لأكسيد نحاس CuO زائد ثاني أكسيد الكربون CO2. قيس على كده كل كربونات الفلزات إنها بالتسخين بتتحول لأكسيد فلز زائد ثاني أكسيد الكربون يتصاعد. نوزن المعادلة، دخل واحد نحاس وواحد كربون وتلاتة أكسجين، خرج واحد نحاس وواحد واتنين يبقى تلاتة أكسجين وواحد كربون. اللي دخل زي اللي خرج، يبقى المعادلة بتاعتنا موزونة من نفسها. بس كده. ندخل اللي بعده، الانحلال الحراري لمعظم كبريتات الفلزات. طيب ايه هي كبريتات الفلزات دي؟ مجموعة الكبريتات
رمزها SO4 وتكافؤها ثنائي. تعال نجيب الصيغة الكيميائية لكبريتات النحاس مثلا. تحت الكبريتات نكتب صيغتها SO4 وتحتها نكتب تكافؤها ثنائي، وتحت النحاس نكتب رمزه Cu وتحته نكتب تكافؤه ثنائي. نختصر لأبسط صورة، على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الواحد، نعمل مقص، يبقى الصيغة الكيميائية لكبريتات النحاس CuSO4. هيحصل ايه بقى لو عرضنا كبريتات النحاس للحرارة؟ هنجيب ملح كبريتات النحاس اللي لونه أزرق وأحطه في أنبوب اختبار. هلاحظ تغير اللون للأسود، وده معناه إن عندنا تكون أكسيد النحاس الأسود CuO، وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت SO3. نكتب معادلة التفاعل. CuSO4 بالتسخين ادانا CuO زائد SO3 يتصاعد. نوزن المعادلة. دخل عندي 1 نحاس و1 كبريت و4 أكسجين، خرج عندي 1 نحاس و1 و3 يبقى 4 أكسجين و1 كبريت، يبقى المعادلة موزونة. وقيس على كده كل كبريتات الفلزات إنها بالتسخين بتنحل لأكسيد الفلز زائد غاز ثالث أكسيد الكبريت يتصاعد. تمام؟ ندخل في اللي بعده. الانحلال الحراري لبعض نترات الفلزات. أولا وكالعادة إيه هي النترات؟ النترات هي مجموعة ذرية صيغتها الكيميائية NO3 وتكافؤها أحادي. يعني نترات الفلزات عبارة عن نترات متفاعلة مع فلز زي نترات الصوديوم. تعالوا نجيب الصيغة الكيميائية لنترات الصوديوم. الصوديوم صيغته Na والنترات صيغتها NO3. تكافؤ النترات أحادي، تكافؤ الصوديوم أحادي، نعمل مقص، يبقى الصيغة الكيميائية لنترات الصوديوم NaNO3. طيب ايه اللي هيحصل لو مسكنا نترات الصوديوم اللي لونها أبيض وسخناها؟ تعالوا نشوف. هنمسك نترات الصوديوم اللي لونها أبيض ونحطها في أنبوب اختبار ونعرض الأنبوب للهب بنزين. هنلاحظ إن اللون اتغير من الأبيض لأبيض مصفر، وده معناه إنه اتكون عندي نتريت الصوديوم اللي رمزه الكيميائي NaNO2. ولو قربت عود ثقاب من فوهة الأنبوبة هنلاحظ إن عود الثقاب ازداد توهج، وده معناه إن تصاعد عندي غاز الأكسجين. وقيس على كده كل نترات الفلزات إنها بالتسخين بتتحول إلى نتريت فلز زائد أكسجين يتصاعد. طيب تعالى نمسك المعادلة ونحاول نوزنها. دخل عندي 1 صوديوم و1 نيتروجين و3 أكسجين، خرج عندي 1 صوديوم و1 نيتروجين و2 4 أكسجين. المعادلة مش مظبوطة. ليه؟ لأن دخل عندي 3 أكسجين وخرج 4 أكسجين. طيب هنعمل ايه؟ تعال نجرب ونضرب NaNO3 كلها في 2. هنلاقي ان بقى عندي 2 صوديوم و2 نيتروجين و6 اكسجين. طيب ازاي نخلي الصوديوم دخل 2 وخرج 2؟ هنضرب NaNO2 كله في 2، فبقى عندي برضو 2 صوديوم وبقى عندي 2 نيتروجين وبقى عندي 4 اكسجين. 4 اكسجين هنا و2 اكسجين هنا، بقى 6 اكسجين. كده المعادلة اتوزنت لان عدد الذرات الداخلة مساوي لعدد الذرات الناتجة من التفاعل. كده يبقى خلصنا الانحلال الحراري كله. أتمنى تكونوا فهمتوه وأتمنى الشرح يعجبكم. المرة الجاية هنخلص تفاعل الإحلال بإذن الله. مع السلامة.